مرحبا بكم يا أحباب الروح. اليوم غادي نهضروا على واحد سر كبير، سر إذا فهمتوه حياتكم غادي تبدل من الأعماق. السر هو قانون الانعكاس. بكل بساطة العالم الخارجي ما هو إلا مراية كتعاكس لنا شنو كاين داخلنا. واش عمركم تسألتوا علاش نفس المواقف كتعاود ليا؟ علاش كنلقى نفس النوع ديال الناس في حياتي؟ الجواب هو أن الواقع كيعاكس المعتقدات والأفكار اللي عندنا في الداخل. إذا كان عقلك عامر بالخوف والشك غادي تشوف حياتك عراقيل وصعوبات، وإذا كان قلبك عامر بالحب والامتنان غادي يجذب ليك فرص وأحداث فرحانة. مثلا المرأة اللي كتآمن بأنها ما تستاهلش الحب كتلقى راسها دايما وسط علاقات باردة أو جارحة، والراجل اللي كيشوف راسه ضعيف ماديا كيعيش دايما نقص في الرزق حتى وهو خدام بجد. قانون الانعكاس ما كيخطأش، العالم الخارجي هو إسقاط مباشر للعالم الداخلي ديالك. طيب كيفاش نبدلوا هذا الانعكاس؟ الجواب بسيط ولكنه عميق، نبدلوا أفكارنا ومعتقداتنا. نراقبوا الحوار الداخلي اللي كنقولوه لأنفسنا، نستبدلوا الكلمات السلبية بكلمات إيجابية، نزرعوا الامتنان يوميا حتى لو على أبسط الأشياء. تمرين عملي، اليوم قبل ما تنعسي خدي ورقة وكتبي 5 جمل إيجابية على نفسك. مثلا أنا كنستاهل الحب، أنا مصدر نور وسلام، حياتي عامرة بالوفرة. كرريهم بصوتك وبقلبك وغادي تلاحظي كيفاش غادي يبدأ يتبدل الواقع ديالك تدريجيا. في الأخير تذكري أن الكون ما كيعاكسش ما كنبغيو، بل كيعاكس شنو كنحسو ونآمنوا به من الداخل. إلا حسيتي أن هذه الرسالة لمست قلبك شاركي الفيديو مع الناس اللي كتحبيهم، وخلي تعليق باش نعرف شنو أكثر فكرة شدت انتباهك. ولا تنسوا تشتركوا في قناة بديعة وعي، حيث هنا غادي نكتشفوا مع بعض أسرار الروح والقانون الكوني. كنخليكم مع رسالة حب، غيري الداخل يتغير الخارج.